خرقا للبروتوكول، محمد بن زايد شيطان العرب بيقود سيارة خنزير الجمهورية عبد الشيطان السيسي في مدينة العلمين. طبعا الجريدة اللي نشرت الكلام دوت هي رصد، وبتقولك خلافا للبروتوكول. بروتوكول ايه؟ الحقيقة بروتوكول ايه؟ والله بجد انتوا صدمتوني انتوا كمان. هو في بروتوكول في مصر يا جماعة؟ سما المصري، البت الشمال الركلام بتاعت بيوت الدعارة اللي لبست الطرحة وبتعمل دلوقتي تسويق عقاري لوحدات سكنية في الساحل الشمالي، عارفين بتقول ايه؟ ادخلوا كده اسمعوها. بتقولك الوحدات اللي بتبيعها قريبة جدا من المدن الإماراتية، الجزر السعودية، الغاز الإسرائيلي، النيل الأثيوبي. يا جماعة، يسوق عربيته، ينط على مراته، ينط على بنته، ينط على أي مواطن مصري أو مواطنة مصرية. الموضوع عادي يا جماعة. ما هو اللي يفرط في بلده، فرط في غيظه، فرط في نيله، فرط في آثاره. الآثار كلها المصريات هربت، واللي موجودة في المتحف الكبير دي فوتو كوبي، هاي كوبي، واخد لها صورة كده، يعني عارفين انتوا حاجة كده، يعني ايه هاي كوبي من الأثر. كل المومياوات طلعت كلها على متحف الامارات، متحف اللوفر الاماراتي، كلها مصريه. طالعه ازاي هناك؟ حد فيكم سأل نفسه عربيه ايه اللي سايقها على خلاف البروتوكول؟ هي البلد دي بقى فيها بروتوكول؟ البلد الديزاينز كلها بتاعت المباني كلها خلصت، ما بقاش غير فاضل غير ديزاين الشمعدان الصهيوني اللي يعملوه للمدن الجديده كلها، وللبرلمان، وللاوكتاجون، وللمدن اللي في المنصوره، والمدن اللي في كفر الشيخ، والمدن اللي في الساحل الشمالي، والمدن اللي في العلمين. الالوان كلها خلصت ما عدا اللون الابيض والازرق لكل مراكز التدريب، والكل الامن المركزي، والكل معسكرات الجيش، والكل مراكز الشرطه المصريه. انتوا واخدين بالكم من حاجه ولا مش واخدين بالكم من حاجه؟ ولا هنقعد نغني بقى وانا عامله نفسي نايمه، انا عامله نفسي نايمه، انا عامله نفسي نايمه، وبعدين نقول خلافا للبروتوكول؟ البروتوكول ايه؟ هي دي دوله؟ دي زريبه. انا لما بقول عليها دي زريبه. امبارح المواطنين في مطروح بيطلعوا الميه، بيقولك بيشربونا ميه شخه، ميه خرا وسنان. طب ما انا قايله لكم الكلام ده من 12 سنه، ما كنتوش بتقولوا لي غير يا اخوان انت اتخونتي وانتوا اتخولنتوا؟ بروتوكول ايه؟ خلاص، هي راحت، البلد دي راحت، ارضها ونيلها وبترولها واثارها وكل حاجه راحت. دي بقت زريبه، غير مأسوف عليها، وغير مأسوف على البهائم اللي عايشين فيها كمان على فكره. انتوا السبب.